في الوسط غادي بحث على الجهه اليمنى بالفعل عند اللاعب ايمرسون. السلام عليكم، مرحبا إخواني أينما كنتم. إليكم ملخص المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن منافسات كأس العالم 2026. دخل أسود الأطلس المباراة بثقة كبيرة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، بينما سعى منتخب البرازيل لتأكيد قوته كأحد أبرز المرشحين للفوز باللقب. وقد حظيت هذه المواجهة باهتمام عالمي كبير، حيث اعتبرت من أقوى مباريات دور المجموعات في البطولة. منذ الدقائق الأولى شهدت المباراة صراعا قويا في وسط الميدان مع محاولات هجومية من الطرفين. المنتخب المغربي اعتمد على السرعة في المرتدات والضغط العالي، بينما حاول المنتخب البرازيلي فرض أسلوبه بالاستحواذ وصناعة الفرص. وشهد اللقاء العديد من اللقطات المثيرة والتدخلات الدفاعية القوية في وسط حضور جماهيري كبير، خلق أجواء استثنائية في المدرجات. وواصل لاعبو المغرب تقديم أداء قتالي يعكس تطور الكرة المغربية في السنوات الأخيرة. وفي الشوط الثاني ارتفع نسق المباراة أكثر، وتبادل المنتخبان الهجمات الخطيرة مع تألق الحارسين في أكثر من مناسبات، كما برزت الروح القتالية لأسود الأطلس أمام المهارات الفردية للاعبي السامبا. وفي النهاية قدم المنتخبان مباراة ممتعة تليق بقيمة المنتخبين وتاريخهما، لتبقى هذه المواجهة واحدة من أبرز مباريات دور المجموعات في مونديال 2026. إذا أعجبكم الملخص لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد عن المنتخب المغربي وكأس العالم 2026. شكرا على المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.